بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، يسعد صباحكم بكل الخير يا رب. صباح الفل عليكم. نهاركم يا رب معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب. حابه ناخد رايكم. يعني عندي البيت. بصوا، هو ملك بنتي خلصت امتحانات، كان اخر يوم النهارده. عقبال اولادكم يا رب جميعا وتشوفوهم في احسن الاحوال يا رب وفي اعلى المراتب. اللهم امين يا رب. فمش عارفه، يعني هو انا عايزه نجدد عند الشقه زي ما انتم عارفين. خلاص استقريت فيها، ان انا مش هندور على مكان تاني زي ما انتوا قلتولي. وخلاص استقريت وقعدت في ايه، في العماره اللي انا فيها وفي الشقه اللي انا فيها. تمام. بس هي عايزه توضيب، فعايزه برضو ناخد رايكم، هل نعملها ولا لا؟ اعوذ بالله من كلمتين. يعني في الدهانات انا بنعرف نعملها، يعني بدل ما نجيب حد مثلا من بره وهنتكلف والكلام ده. لا، اعوذ بالله من كلمتين. بنعرف يعني مثلا اللون ده بيتحط بايه، اللون ده بيتعمل بايه. يعني نعرف الترميم والحاجات دي، لان دي كانت مواد عليا ايام المدرسه. تمام. فمش عارفه هل نعملها. يعني بصوا، ما انا عايزه هنوريكم لقطه دلوقتي. قولوا لي كده، يعني هو المنظر بصراحه هو كويس وكل حاجه، بس برضو تحسي جربي ينزل منظر اوضه كده بهتان. فمش عارفه هل نجددها الوقت ده، او مثلا نبتدي تجديد عندي في البيت. هتبقى اوضتي، هتبقى اوضه العيال. الصاله كنت لسه عاملاها قريب، يعني مثلا نقول المطبخ، مثلا الاوضه هنا، اوضه عيالي، يعني البلكونه. هيبقى يعتبر الشقه كلها، بس من عدا الصاله عشان الصاله كنت لسه عاملاها قريب. تمام. فانا مش عارفه. بصوا بقى هنوريكم وانتوا برضو احكموا وقولوا لي هل نعملها ولا نسيبها زي ما هي. بصوا، هي دي اوضه عيالي. تمام. يعني ده كله عايز يتعمل اسمنت. المسامير دي كده. تمام. بصوا المسامير دي كده كنت معلقه فيها حاجات قبل كده. ده كله عايز يتشال. ونيجي مثلا ايه، اسمنت والكلام ده. بصوا بقى هنا السقف اهو. وهنا برضو هي الجدران اهي. شوفوا انتوا برضو قولوا لي، يعني نعملها ولا كده نسيبها كده ايه رايكم يعني برضو. أنا طبعا رايكم بيهمني، يعني انا بس قلت عقبال ملك خلصت امتحانات، فانتوا قولوا لي هل مستاهله فعلا ان انا اديها وش نظافه كده ولا ايه. وهنا برضو هي دي كلها مسامير اهي. دي كلها بقى مطرح كانت حاجه متعلقه الكلام ده، وهي مش حاطه فيها اي حاجه. كانت فيها صور وشلتها، يعني ليها صور العاب والكلام ده بس شلتها اهي. وهنا هي برضو هو استقريت فيها. يعني كنت قبل كده قلت لكم ان انا هندور على شقه، عشان طبعا السلام متعبه جدا، بس ما لقيتش الناس زي اللي انا عايشه عندهم او قاعده معاهم. صاحبه ام ميدو، صاحبه العماره ام ميدو، يعني ما لقيتش بصراحه ست كويسه جدا، وقلت مش هنعرف حد يتعامل معايا زيها، او نفس المعامله مش هنلاقيها. سايبه لي العماره، سايبه لي السطح زي ما انتم شايفين، سايبه لي الدنيا كلها، وتقول لي دي اعتبري حاجتك. يعني ربنا يجازاها كل خير يا رب. فادي كده ايه، ادي كده اوضه العيال اهي. تمام. دي التفاصيل كلها بتاعتها اهي. والشباك اهو. فانت بقى ايه، قولوا دي كده الجنب ده كده جنب واحد. تمام. هنا برضه اهيت. انا وريتكم ديت اهيت. والدولاب ده اللي هو كان قديم وجددته، يعني يمكن كانت في القناه اللي هي القناه التانية. فانتوا قولوا لي برضه، يعني نعمل نتكل على الله ونبتدي توضيبات فيها، يعني نديها ايه كوش نظافه يعني. دي كده اوضه العيال. هي مساحتها مش كبيره، بس انا كنت عايزه بقى، اعوذ بالله من كلمه ايه، اعوذ بالله من كلمه، انا كنت عايزه نعمل ايه، ان انا هنديها لون مثلا. لون هيبقى زي كده بس فاتح شويه، يعني حاجه ما تكونش ايه اللي هي الابيض. بصوا زي كده، يعني مثلا نقول لون اوف وايت. تمام. ادي الحيطه اهي، وادي كل تفاصيلها اهي. وكنت هنا ايه هنعمل مثلا حاجه فيها ورد الكلام ده، يعني مثلا ايه الجنب ده كده ننزل بيه. استنى نبعد شويه. نديها لون الجنب ده اللي هو البرواز من هنا كده كده كده. في حاجات بتبقى زي الورد كده بالمتر. فكنت يعني ايه قلت ان شاء الله ان شاء الله تدوني برضو رايكم. ونيجي مثلا عاملاها كده كفرخ كده كبير كده لحد تحت، ورد صغنن كده بتبقى الوانه حلوه يعني. دي كده اوضه العيال زي ما انتم شفتوها بتفاصيلها بكل شيء فيها اهي. فانتوا قولوا لي برضو ادي كده اهي. بس كنت لسه ايه صاحيه من النوم، فقلت ناخدها لكم على السريع كده.
ادي كده اوضه عيالي. وطبعا الدولاب محطوط في الجنب ده، الجنب ده مش هنيجي يمته عشان ايه الدولاب والكلام ده، هو الشغل كله هيبقى على الجنب ده. قولوا لي برضو انتوا ايه في التعليقات، ومستنيه رايكم. تعالوا بقى نخش الاوضه عندنا. بصوا الصاله اهيت، الصاله زي ما قلت لكم انا كنت مجدداها. الصاله مش هنعمل فيها حاجه، الصاله يعني ممكن بس ايه هنهلسها او الكلام ده، لكن مش هنعمل. هنا بقى ايه الاوضه برضو عندنا. بصوا بقى اهي برضو نفس الكلام، يعني بصوا ادي كده من فوق ايه مسامير وحاجات والكلام ده. طب ايه المنظر اللي سايباها كده يا مروه؟ لا والله انا كنت حاطه الستاره، وفي نفس الوقت بصراحه كل حاجه بفلوس، تحطي ايدك تشيلي كده كل حاجه. اليومين دول زي ما انتوا عارفين الدنيا غاليه وكده، فعشان هنفتح فيها يعني. فانا كنت بنقول ايه يمكن نلاقي حاجه احسن. دورت بس الاسعار نار. لا المعامله مش هتبقى زي ما قلت لكم عند ام ميدو. في شقق فيه، بس اسعار مرتفعه جدا. قعدت نحسبها النور والميه والكلام ده، لا هتبقى الدنيا غاليه خالص. فهي الدور اخراني، بس قلت مش مشكله نستحمل نظبطها والكلام ده ونستحمل. قولوا له انتوا بقى رايكم. انا كنت دهيت مش عارفه هي وجعت ازاي، بس هما الثلاثه كده مع بعض، ده كله هيتشال بقى. تمام. وهنا هيت، وده كده البلكونه. الباب برضو بصوا يعني ده كله هيتعمل. تمام. ادي البلكونه برضو اهي، فيها بعض حاجات حتت كده صغيره هندويها، يعني هي بعض حاجات وجعه هندويها ان شاء الله يعني باذن الله يا رب، زي الحتت دي كده. تمام. وبعدين هي الشقه يعني الدور اخراني، بس هي مريحاني، فقلت خلاص اتكل على الله مش هنلاقي زيها فعلا. وادي كل حاجه عندنا في الشارع بتاع السمك تحت هنا، وهنا واحد بتاع خضار. والشارع بقى فيه كل حاجه تحتيه، يعني بص اللي هو سوبر ماركت اللي هو، بس كله قفل عشان احنا الصبحيه. ادي كده ايه زي ما انتم شفتوا معايا. تمام. وادي كده الجدران هي بصوا هي مفلجه، فده كله عايز يتظبط. ايه بصوا ادي هنا برضه اهي. قولوا لي بقى مستنيه تعليقاتكم، هل نبدا نتكل على الله؟ وزي ما انتم عارفين عشان الحاجه غاليه فهنمشي على جد، يعني اللي هو ايه هنجيب مثلا زي ما قلت لكم انا عارفه في الدهانات، فمش هنجيب حد يدهنها لي، لا انا هعملها لنفسي يعني. فكده هيت. تمام. ده كله بقى هيتظبط ان شاء الله يا رب. فانا بقى مستنيه تعليقاتكم. اعوذ بالله من كلمه انا، وقولوا لي نبدا نتكل على الله ونبدا. ما خلاص الامتحانات مثلا هنجيب باستيلا والكلام ده، باستيلا اللي هي بتبقى لون يعني نظبطها ان شاء الله. قولوا لي بقى ايه نتكل على الله ولا نستنى شويه مثلا كده. فمستنيه بقى تعليقاتكم. هي نظافه وفي نفس الوقت عشان الصيف والنمل والكلام ده، وخلاص استقريت في الشقه زي ما انتوا قلتوا لي. مستنيه بقى تعليقاتكم باذن الله. زي ما انتم عارفين انا وريتكم تفاصيل كل حاجه. الصاله مش هتتعمل، هي هتبقى اوضه العيال والاوضه بتاعتي، وان كان بلكونه قدام باب الشقه يعني حاجه زي كده. السطح برضه ان شاء الله اخر حاجه هنعمل عليه شوايه زي فرن صغنن كده، يعني حاجه ان هي مثلا ايه تبقى متظبطه، نعمل اكل نعمل حاجه نطلع برضه ايه على السطح شويه الكلام ده. يعني كله برضو بتفرق معايا، في النفسيه برضو بتفرق، والتجديدات برضو بتفرق. هو مش هتبقى تكلفه كتير بالنسبه لي هنا، لان لو جبت حد تبقى تكلفه كتير، لكن الحاجات دي انا عارفه فيها وعارفه ان انا نظبطها ازاي ان شاء الله يعني. فهتبقى تكلفه يعني ايه نوعا ما الحمد لله. بس وادي التفاصيل كلها وخلاص، والحمد لله انا استقريت في الشقه. مش هنفكر بقى ندور تاني، لاني دورت ولقيت حاجات لا مش هتنفع خالص، فخلاص استقريت فيها الحمد لله. نبدا تجديدات ونتكل على الله ولا ايه رايكم؟ قولوا لي برضو، انا يهمني رايكم انتوا اخواتي واصحابي، فيهمني الراي بتاعكم. ويا رب ما اكونش طولت عليكم. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه كومنتاتكم كده، وعرفوني بقى نعمل ايه. نسيبكم يا رب كده في رعايه الله، وربنا يحفظكم ويخلينا لبعض يا رب، اللهم امين. صباحكم زي العسل باذن الله.